قصة الفيلم بنت عندها 15 سنة، شخصيتها هادية وخجولة لدرجة كبيرة. بطلة الفيلم مايا سيرموبوليس عايشة في مدينة سان فرانسيسكو مع والدتها اللي شغالة رسامة. عايشين في بيت غريب جدا لأنه كان زمان مطافي قديمة لكنه اتجدد وبقى شقة واسعة ومميزة. مايا بنت عندها ذكاء اجتماعي قوي، بتحس بالناس وباللي حواليها لكن مش عارفة تلاقي صحاب بسهولة، وده خلاها مش مشهورة في المدرسة. بالعكس اغلب الوقت بتتعاكس وبتتبهدل من المتنمرين والشلل اللي موجودة في المدرسة، خصوصا من واحدة اسمها لانا توماس اللي مش بتفوت فرصة غير لما تضحك عليها وتتنمر. لكن مايا ليها صديقة مخلصة جدا اسمها ليلي تقريبا نسخة منها، نفس الطبع، نفس الافكار، نفس الحس المختلف عن باقي البنات في المدرسة، متوحدين يعني. في نفس الوقت مايا قلبها مع واحد من الاولاد المشهورين اسمه جوش برايانت، بس المشكلة ان جوش ده حبيب لنا نفسها، وكتير مايا بتشوفهم وهما بتبادلوا قبلات قدامها، وساعتها تتخيل نفسها مكان لنا وكأنها هي اللي معاه. في يوم مايا بتدخل مناظرة ضد جوش قدام الفصل كله. جوش زي ما هو واثق بيتكلم بثقة وكلامه بيخلي الطلبة كلها تهتفله، لكن لما يجي دور مايا تبدأ تتلخبط، تتلعثم وصوتها يتهز والطلبة تنفجر ضحك عليها. الإحراج ده كان قاسي جدا لدرجة إنها جريت برا وهي متدمرة نفسيا وهم بيستهزئوا بيها. بعد المدرسة والدتها قالت لها إن جدتها من ناحية أبوها جاية سان فرانسيسكو من بلد بعيد اسمه جينوفيا وعايزة تقابلها. ما اتلخبطت جدا، ليه دلوقتي هي جاية وليه الست دي عمرها ما اهتمت بيها ولا حتى حاولت تتواصل معها قبل كده. في اليوم اللي بعده بعد ما خلصت المدرسة راحت للعنوان اللي اتكتب لها، لقت نفسها واقفة قدام قصر ضخم جدا. استقبلها الخدم وواحد منهم خدها لجوه، وهناك اتقابلت لأول مرة مع جدتها الملكة كلاريس رينالدي. وهنا كانت المفاجأة اللي غيرت حياتها كلها. الست الكبيرة دي مش مجرد جدة عادية، دي ملكة جينوفيا، مملكة صغيرة في أوروبا. وقالت لها الحقيقة الصادمة، أبوها اللي مات مؤخرا كان ولي عهد جينوفيا، بما أنه توفى مايا دلوقتي الوريثة الشرعية الوحيدة، يعني الأميرة اللي هتمسك العرش بعد كده. مايا في الأول افتكرت إن الست دي بتهزر وبتضحك عليها. رجعت البيت متضايقة جدا من والدتها وبدأت تلومها ازاي تخبى عنها حاجة كبيرة زي كده. والدتها اعترفت ان بعد ما اتطلقت من والد مايا هم اتفقوا يربوا البنت بعيد عن حياة القصور عشان تاخد طفولة طبيعية، وكانوا ناويين يقولوا لها الحقيقة لما تتم 18 سنة. لكن موت والدها غير كل حاجة. في اليوم اللي بعده اجتمعوا الثلاثة، مايا ووالدتها والملكة. الملكة عرضت انها تدرب مايا ازاي تتصرف كأميرة، ومن بعدها يعلنوا للعالم هويتها الحقيقية، انها الأميرة الشرعية والوريث الشرعي. مايا كانت رافضة بشدة، بس والدتها حاولت تقنعها انها على الاقل تجرب تحضر دروس الاميرة او انها ازاي تكون اميرة كويسة، وبعد كده هي اللي تقرر مصيرها. الشرط الوحيد ان الموضوع يفضل سر لحد الحفل الكبير اللي هيعلن فيه للعالم انها الاميرة. من هنا بدأت حياة مايا تتغير تماما. الملكة عينت الراجل المسؤول عن الامن جو عشان يفضل معها ويحميها في كل وقت. كمان اتبعت لها ليموزين فخم توصلها المدرسة كل يوم وهي رايحة مع ليلي. صاحبتها كانت مبهورة جدا بالعربية اللي شبه بتاعة النجوم والمشاهير بس اللي بيركبوها دول. وفي الوقت ده كان في شاب تاني موجود في حياتها اسمه مايكل أخو ليلي. مايكل بيشتغل في ورشة تصليح عربيات ومن زمان عنده مشاعر ناحيتها، بس مايا ما كانتش واخدة بالها منه قوي. بعدها بدأت أول دروس الأميرة في القصر. الملكة انتقدت شكلها، مشيتها، لبسها، كل حاجة فيها حتى شكلها، وبدأت تعلمها أساسيات الوقفة، الحركة، النظافة، وكل التفاصيل اللي لازم بنت من العائلة الملكية تتحلى بيها. ومن ساعتها كل يوم بعد المدرسة مايا تروح القصر تاخد الدروس، من الرقص للأكل بالطريقة الصح لحد آداب الكلام والظهور. اللي ضايقها إن الدروس دي أخدت من وقتها مع ليلي اللي بقت حاسة بالوحدة. بعدها الملكة جابت مصفف شعر إيطالي مشهور جدا اسمه باولو. الراجل قرر يعمل المايك أوفر الكبير ليها، شال حواجبها وسرح شعرها وعمل لها عناية للوجه والإيدين، حتى كسر نظارتها وخلاها تلبس عدسات لاصقة في عينيها. والنتيجة مايا بقت شخص تاني تماما. شكلها بقى جميل جدا وأنيق لدرجة إن حتى جدتها اتفاجئت من التحول اللي بقت عليه دلوقتي.
أختي، لكن طلبت من باولو ورجالته يفضلوا ساكتين عشان محدش يعرف ويكتموا السر اللي عملوه ده. في اليوم اللي بعده لما راحت المدرسة مايكل اتصدم من جمالها، لكن ليلي اتضايقت جدا، حست ان صاحبتها بتتغير وبقت شبه الشلة اللي بتتنمر عليهم وبقت شخص تاني. اتخانقوا جامد جدا لدرجة ان مايا اضطرت تقول لها السر الكبير انها هي الاميرة والوريث الشرعي. ليلي اتصدمت بس وافقت تساعدها وتكتم الموضوع. في الفصل لانا حاولت تستهزئ بيها وتشد طاقية من راسها، وهناك كل الطلبة اتفاجئوا بجمال شعرها الجديد. الاحداث فضلت تتصاعد، مايكل طلب منها تحضر حفلة موسيقية ليه لكنها اعتذرت بسبب ضغط الاحداث. وفجأة سر الاميرة اتكشف للصحافة واكتشفوا ان باولو هو اللي باع القصة عشان يشتهر. اتعمل عشاء ملكي كبير لتعريفها بباقي الملوك والسفراء، لكن العشاء اتقلب فوضى بسبب اخطائها الطفولية. وبالرغم من ده كله جدتها ما زعلتش، بالعكس بدأت تقضي وقتها معاها وبقى ممتع جدا. لعبوا في الملاهي، اكلوا وهزروا ولعبوا وتصوروا، لكن حتى وقت المرح حصلت فيه مشاكل برضه. عربية مايا باظت واتخبطت في عربيات الترام. وفي المدرسة الدنيا اتشقلبت، بقت مشهورة فجأة، كل الطلبة بيجروا وراها عشان توقيع منها. حتى جوش الكراش القديم بتاعها بدأ يبين اهتمام غريب بيها، حتى انه وصلت انه يدعوها لحفلة على الشاطئ، ورغم تحذيرات مامتها وافقت تروح معاه. الحفلة بدأت حلوة لكن اتقلبت فضيحة. جوش استغل وجود الصحافة وبثها قدام الكاميرات، ولانا غدرت بيها وخلت المصورين يصوروها وهي لابسة فوطة بس. الفضيحة اتنشرت في الجرايد بعناوين فظيعة. مايا انهارت ورجعت تعيط في حضن مامتها، والملكة اتضايقت جدا، ومايا بنفسها بدأت تحس انها مش مناسبة للعرض. لكن في الاخر الملكة قررت تدعوها للبول الكبير او الحفلة وتديها اخر فرصة. مايا كانت على وشك الهروب من المسؤولية كلها لحد ما قرأت خطاب قديم من والدها. الخطاب كله كلام عن الشجاعة، وان الشجاعة مش معناها غياب الخوف لكن انك تواجهه. الكلام ده لمس في قلبها وغير قرارها. رغم المطر والعربية اللي باظت، جو ساعدها ووصلها للحفلة، وفي اللحظة المناسبة وقفت قدام كل الناس وألقت كلمة من القلب. المرة دي ما تلخبطتش، بالعكس كلمت عن الحب والشجاعة والمسؤولية، وفي الآخر أعلنت نفسها أميرة لجينوفيا. الجمهور صفق بشدة والملكة ابتسمت بفخر، ومايا توجت رسميا كأميرة للبلاد. بعد ده لبست فستان ساحر ورقصت مع مايكل اللي في الآخر عبر عن مشاعره ليها. وبس دي كانت نهاية الفيلم. تنساش اللايك والاشتراك وتقولي رأيك في التعليقات، وحابب أتكلم عن فيلم إيه الفيديو القادم. سلام.